كنت فاكرة نفسي حمل على الدنيا لحد ما عرفت مين اللي كان شايل الحمل الحقيقي. أنا رنا. يمكن لو شفتيني من بعيد تقولي عليا بنت عادية، يمكن حتى تضحكي على حركة من حركاتي أو تعليق ليا، بس لو قعدتي معايا شوية هتسمعي نفس الجملة اللي بسمعها من سنين: انت صعب التعامل معاكي، أهلك مستحملينك ازاي؟ الجملة دي ما بقتش مجرد كلام بيتقالي، لأ، دي بقت زي ختمة على قلبي. كل ما حد يزهق مني يفلت مني بنفس الكلام: انتي متوترة على طول، خايفة من كل حاجة، محدش هيعرف يعيش معاكي، حتى لو اتجوزتي جوزك هيطلقك، انتي حملة على الناس اللي حواليكي. والمصيبة بقى ان هما في الاخر يقولوا احنا بنقول كده عشان خايفين عليكي. بس انا ما كنتش حاسة ان هما خايفين عليا، انا كنت حاسة ان هما خايفين مني. انا من وانا صغيرة وانا حاسة اني زيادة، حاجة تقيلة في المكان. وانا طفلة كنت بخاف من الضلمة، من الاصوات العالية، من الزعيق، من اي حد يتخانق مع حد قدامي. لو بابا زعق لماما احس ان البيت كله بيقع فوق دماغي. لو اختي اتخانقت مع اخويا اقعد ابص عليهم واعيط وكأن انا السبب. كنت احس دايما ان السبب في اي مشكلة بتحصل انا اكيد عملت حاجة غلط. كبرت شوية وبقيت أسمع تعليقات من نوع: رنا دي حساسة زيادة عن اللزوم، رنا مكبرة الموضوع، رنا دماغها تعبانة، رنا بتقلب الليلة نكد. اللي حواليا كانوا شايفين ان الموضوع هزار، كلمة وبتعدي، بس أنا لأ، كل كلمة بتدخل قلبي زي مسمار، بتفضل جواه، كل ما حد يجي بعده يزيد واحد. أهلي نفسهم وأنا بحبهم والله، بس كنت شايفة ساعات إن هما بيبقوا أول ساعة أول ناس بيوجعوني. ماما بتقولي دايما: انتي بنتي وقلبي، بس يا بنتي اللي انتي اللي مخلياني على أعصابي على طول الوقت. بابا يقول لو انتي ما اتغيرتيش هتفضلي لوحدك طول عمرك، محدش هيستحملك. الكلام ده مش بيتنسي، بتسمعيه. بسمعه وأنا عندي 12 سنة أو 15 سنة، 20 سنة، لحد ما تصدقي انك فعلا محدش يحبك، محدش هيطيقك، انك حد مش سهل، حتى لو حد دخل حياتك هيعكها. كبرت ودخلت الجامعة، بس جوايا نفس الاحساس الغلط، ان انا اللي غلط وانا اللي مزوداها وانا اللي بتوتر وانا اللي بخاف، انا اللي مش طبيعية. كل ما حد يقرب مني دمي يبرد، اقعد اقول لو عرفتي حقيقتي، لو عرف حقيقتي مش هيكمل، فاعمل ايه؟ اهرب دلوقتي ولا اهرب بدري قبل ما هو يهرب هو؟ مع ان الحقيقة ان انا كنت واصلة لدرجة ان انا مش بحب نفسي اصلا عشان اسمح لحد يحبها. في الجامعة حبيت ولد، ايوه حبيت، كان مختلف، او انا كنت شايفاه كده. كان بيكلمني باحترام، بيسمعني، بيضحك على قلقي بدل ما يهاجمني. في الاول كان بيقول لي انا بحب خوفك، ده معناه انك بتحسي. بحب انك صريحة وعفوية وطيبة وبتفكري في كل كلمة. كنت طايرة، حسيت لأول مرة ان حد شايف فيا حاجة حلوة، بس مش بس كده، بس مش بس رنا المتوترة والقلقانة على طول. بس مع الوقت نفس الاسطوانة اشتغلت: رنا انتي مرهقة نفسيا، انا مش قادرة اكمل، مش قادرة على كمية الخوف اللي جواكي، كل حاجة عندك توتر وزعل، انا محتاج حد يهديني مش يزود توتري. وفي يوم وهو قاعد قدامي قالها كأنها جملة عادية: انتي محتاجة دكتور نفسي مش حبيب. الكلمة دي وجعتني اكتر من كلام اهلي ليا، عشان دي طلعت من واحد انا حبيته، صدقته، حطيت قلبي عنده. رجعت البيت يومها وانا حاسة اني فعلا حالة، مش بنت، مش انسانة، لا حالة، ومرهقة وحمل على اي حد يقرب. من بعدها اوضتي بقت العالم الوحيد اللي بيفهمني. اقفل الباب واطفي النور، اقعد على الارض واحس ان قلبي تقيل، كأن حد حاطط حجر عليه. بقى بيجيلي احساس غريب، 3 كلمات دايما بتلف في دماغي: انتي زيادة عن اللزوم، محدش عايزك، لو مشيتي الدنيا هتهون. اقول لنفسي لو مت دلوقتي ماما هترتاح من عصبيتي، بابا مش هيزعل من ردة فعلي، صحابي مش هيضطروا ان هم يتحملوا دموعي، الناس تنسى ان انا كنت موجودة اصلا. واقول جملة بيني وبين ربنا: يا رب نفسي اموت وانا ساجدة واريح العالم مني كله. انا ما كنتش عايزة جنة على قد ما انا كنت عايزة الناس ترتاح مني،
كنت مقتنعة ان وجودي مشكلة، بس كل ما فكرة الموت تقرب صوت تاني جوايا يقولي انتي اصلا مش جاهزة تقابلي ربنا، انتي مش قريبة منه زي ما زمان، انتي اصلا تايهة. فخاف وارجع اعيط واكمل عيشة نصها خوف ونصها كره للذات. ولا حد كان فاهم اي حاجة، الناس بس شايفة السطح، رنا العصبية ورنا المتوترة ورنا الدراما ورنا اللي بتكبر كل حاجة. بس محدش سأل نفسه ليه. في مرة وانا راجعة من الشغل ركبت الاسانسير مع جارتنا وخالتي فوزية، هي من النوع اللي دايما بيقول كلام يقهر من غير ما يحس. كانت دايما لما تشوفني تقولي ايه الوش المكشر ده، افرديه يا بنتي، او الله يكون في عون اهلك عليكي. بس المرة دي بصت لي فجأة وقالت لي انتي بتروحي لدكتور؟ اتخضيت واتنرفزت فقلت لها لا يا خالتي مش مجنونة. قلت لها بمنتهى الهدوء اللي بيروح لدكتور نفسي مش مجنون يا بنتي، اللي يرفض يساعد نفسه هو اللي محتاج يتشافي بجد. الكلمة دي سابتني ومشت، بس فضلت موجودة جوايا في دماغي. دخلت اوضتي وقعدت على السرير ومسكت الموبايل، فتحت الفيس، وبعد شوية لقيت بوست لدكتورة نفسية بتتكلم عن اضطراب القلق العام. قريت الأعراض، لقيتها أنا بالحرف: تفكير زيادة عن كل حاجة، خوف من المستقبل من غير سبب، توتر طول الوقت، جسمي دايما مشدود، قلبي بيدق من أقل صوت، لوم للنفس في كل موقف، إحساس إنك حمل على الكل. حسيت إن أنا كأني متصنفة. قعدت أعيط وأنا بقول يعني أنا مش وحشة، مش بعمل كده بإرادتي، يعني اللي فيا ده اسمه مرض مش عيب خلقي. فضلت أتابع الصفحة أيام، وفي الآخر كتبت للدكتورة رسالة كبيرة تقريبا زي اللي أنا كاتباها دلوقتي. حكيت لها عن أهلي وصحابي وحبايبي وشعوري بالذنب، كل الناس كلام الناس وكلامي مع ربنا وبوحدة أوضتي. كنت متأكدة إن هي مش هترد، بس ردت وقالت لي يا رنا انتي مش حاملة على حد، انتي شايلة حمل كبير اسمه خوف وتجارب وكلام اتقالك غلط وانتي صدقتيه ومشيتي وراه، والناس بدل ما يساعدوكي خلوكي تشيليه، بيرموا كل الكلام عليكي بكلامهم. وقالت لي جملة عمري ما هنساها: انتي مش شخصية مزعجة، انتي شخصية مجروحة. الكلمة دي كسرتني وفي نفس الوقت ضمتني. بعدها بفترة رحت لها، دخلت اوضه الجلسه وانا مرعوبه، حاسه اني داخله امتحان، لو سقطت فيه كلهم هثبت لهم فيه ان انا مجنونه. بس هي كانت قاعده عادي وقالت لي بهدوء ومنتهى اللطف: احكي لي عن نفسك. وانا بحكي اكتشفت حاجات انا عمري ما كنت شايفاها. اكتشفت ان بابا دايما اللي كان بيقسو عليا بكلامه دوت وبيقلل من مشاعري وبيقلل من خوفي، لو قلت له انا متوتره كان بيرد وبيقول لي كبري دماغك، انتي اللي بتعملي كده في نفسك. ماما كانت بتحبني بس كانت دايما مشغوله وتعبانه، وطول عمرها ما عندهاش وقت تسمع 100 سؤال وخوف، فتسمعني شويه وبعدين تقول يا بنتي انتي وجعتلنا دماغنا، خلينا في اللي احنا فيه. كل موقف كان بيرجع وانا بحكي، كل مرة حد سابني او بعد عني كنت بفهم اني مش صدفة، ده بيأكد لي الصورة اللي اترسمت لي من زمان: انت زيادة عن اللزوم. فالدكتورة بصت لي وقالت يعني هما زرعوا فيكي وزرعوا جواكي فكرة انك مشكلة وانت صدقتيها، بس الحقيقة انك انسانة بس عندك مشكلة، والمشكلة ديت اسمها وحل. من هنا بدأت رحلة جديدة، مش رحلة ان انا اغير نفسي عشان الناس، لا، رحلة ان انا افهم نفسي عشان ارحمها. بدأت اتعلم وراقب افكاري، كل مرة الاقي نفسي بقول انا عبء، انا حمل، انا محدش هيستحملني، اوقف نفسي واقول انا تعبانة، انا محتاجة مساعدة، محتاجة رحمة مش شتيمة. بدأت اعرف ان عصبيتي مش عشان انا وحشة، لكن عشان انا خايفة، جسمي مش مطمن. بدأت اعرف ان الخوف مش دليل ضعف، ده ايمان. لا، اوقات كتير بيكون مرض نفسي محتاج دعم وعلاج. بدأت احب فكرة ان مشكلتي ليها اسم، وان في غيري كتير جدا، مش انا الوحيدة اللي معطوبة يعني في الكون. بعد كام شهر من الجلسات خدت قرار تاني كبير، ان انا هواجه اهلي ومش هسكت. قعدت مع بابا وماما في الصالة وقلت لهم وانا قلبي بيدق بسرعة قوي: انا عايزة اقول لكم حاجة، الكلام اللي كنتوا بتقولوه عليا، اللي انتوا كنتوا فاكرينه هزار او علاج بيوجعني،
لما تقولوا انتي ما فيش حد هيستحملك وانتي حامل، والكلام ده مش بيصلحني، ده كان بيكسرني. ماما سكتت وبصت لي بعيون متستغربة، وبابا قلب عصبية: احنا كنا بنقول كده عشان مصلحتك. قلت له وانا بعيط: لو مصلحتي انك تكسرني يبقى ما تقوليش انك خايف عليا. خاف عليا بحق، اسمعني بدل ما تحكم عليا. انا رحت للدكتوره نفسيه وقلت لها اللي عندي، وقالت لي عندي قلق. انا مش وحشه، انا مش وحشه يا بابا، انا مريضه، مريضه محتاجه تتفهم، مش قضيه محتاجه حكم. ماما دمعت وقالت لي: واحنا اللي كنا فاكرين انك بتدلعي بس. بابا سكت، واول مره اشوفه مش لاقي رد يقول رد جاهز. مش هقول ان من اليوم دوت كل حاجه بقت وردي، لا، بس على الأقل بقى في وعي، بقى في لحظات لما يتقال فيها كلمات قاسية حد يفكر ويقول استنوا، يمكن رضا تتضايق. صحابي يمكن بقى منهم اللي معايا ويقف جنبي ويقولوا لنا احنا معاكي، ومنهم اللي اختفى في صمت. وفي الأول كنت كل ما حد يشوف يمشي أقول أيوة أكيد زهق مني، أكيد مش طايقني. دلوقتي هو مش قدي، هو مش قد حملي، هو مش قد روحي، مش مشكلة. وفي يوم من الأيام بعد ما رجعت من جلسة صعبة، دخلت أوضتي وقفت قدام المراية وقلت: أنا اللي طول عمري لما ببص لنفسي ما بشوفش غير ملامح قلقانة ونظرة خايفة، ضحكة مش واصلة للعين. بس المرة دي قررت أبص وقت أطول. شفت بنت وقعت مليون مرة ولسه بتقوم. شفت واحدة رغم كل الكلام اللي سمعته ده لسه قلبها بيحب ولسه عندها أمل. شفت رنا اللي محدش عرف يحضنها صح، فقررت تحضن نفسها. بصيت لنفسي وقلت بصوت عالي: رنا، انتي مش حمل على الدنيا، انتي بس شايلة حمل كتير من زمان، وحمل ناس وحمل كلمات اللي شايفك زيادة ممكن يمشي براحته، بس انتي مش هتمشي من حياة نفسك. انتي مش مشكلة، انتي روح تعبت وبتتعالج. وفي الليلة اللي افتكرت ان انا كنت كل دايما بدعي دعوة وبقول يا رب نفسي اموت وارتاح، وساعتها وانا بقلب في المصحف لقيت الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقفت عند رحيمة. لو ربنا رحيم بيا، أنا ليه مش رحيمة بنفسي؟ ليه مستكترة على نفسي فرصة أتعالج؟ ليه حابة أعاقب نفسي بالموت بدل ما أداويها بالحياة اللي ربنا لسه كاتبها؟ فهمت وقتها إني ما كنتش عايزة أموت، أنا كنت عايزة الألم يموت، عايزة الصوت اللي جوه دماغي دوت يموت، الصورة الوحشة اللي رسموها لي عن النفس، يعني الموت، ان هي عايزة تموت، عايزة اموت، عايزة ابدأ من جديد. من بعدها عملت عهد بيني وبين ربنا وبين نفسي ان انا مش هطلب الموت تاني، انا هطلب الحياة جديدة، حتى لو خطوة صغيرة. هطلب منه يعيني، يخليني ويعني ان انا احب نفسي حب سليم مش غرور، حب رحمة. ابتديت اتقرب من ربنا واحدة واحدة، مش فجأة. بقيت محافظة على كل حاجة، بقيت احاول اصلي وانا بعيط واقول يا رب انا عارف انت عارف ان انا تعبانة وبتلخبط وبخاف، ما تسيبنيش، قويني على نفسي مش على الناس. بقيت لما حد يقول لي كلمة بتوجعني ما اروحش اتهد في سريري واقول عندهم حق، بقيت اقول ده رأيه ومش بالضرورة يبقى الحقيقة، ربنا اللي خلقني شايف حاجة فيا. وبقيت اكتب اكتر عن مشاعري على ورق بدل ما ادفنها في صدري، اكتب عن خوفي، عن غضبي، عن وحدتي، عن رجائي في ربنا. والورق بقى صاحبي، ما بيحكمش ما بيغلطش بس بيسمع. النهاردة وانا بحكي مش هقول اني اتغيرت 180 درجة، لا، لسه بتوتر ولسه بخاف ولسه ساعات ببقى قاسية على نفسي وبحتاج ارجع اصلح الكلام. بس الفرق ان رنا دلوقتي مش بتشوف نفسها وباء، ولا عمري هفضل شايفة نفسي وباء على الارض. بشوف نفسي انسانة عندها حتة مكسورة وربنا بيجبرها حتة حتة. ولحد النهاردة جالي: انتي صعب التعامل معاكي، اهلك مستحملينك ازاي؟ هبتسم وهقول في سري بس ربنا مستحملني وبيحبني وده عندي كفاية قوي. ولو انتي اللي بتقري الكلام ده وحاسة ان الناس شايفينك حمل، احب اقولك انتي عمرك ما كنتي حمل، انتي مش زيادة، انتي مش مشكلة، انتي مش بس محتاجة حضن وكلمة طيبة ومساعدة،
ومش عيب خالص تروحي للدكتور او تحكي لحد يكون ثقة، او تكتبي زي ما انا كتبت. ما تصدقيش كل كلمة قاسية اتقالت لك. ما تصدقيش ان موتك ممكن يريح الناس، ممكن يريح اللي مش بيحبك، بس هيكسر ربنا اللي خلقك، وهيكسر قلب حد نفسه يشوفك بخير. قولي لنفسك حتى لو بصوت واطي: انا مش عبء، انا بس تعبت من حمل اكبر مني. وارمي حملك على اللي قال وهو معكم اينما كنتم. وصدقيني، اول ما تبدأي ترحمي نفسك هتعرفي كويس جدا ان ربنا كان رحيم بيكي من زمان قوي، وانتي بس اللي كنتي قاسية على روحك. على فكرة يا جماعة، القصة دي قصة حقيقية بكل حذافيرها، وصاحبة القصة عايزة رأيكم فيها، وعايزة توصل لكم رسالة مهمة جدا من القصة دي: ان لو حد عنده مشكلة لازم يواجه نفسه بمشكلته. ويا ريت رجاء اللي حوالينا ما يقسوش علينا بالكلام. كفاية قوي، لان انت ما تعرفش قوي ان الكلمة اللي انت ممكن بتقولها لحد دي بتأثر فيه ازاي. بشكركم.